الله أكبر. والناس بتقول ملناش غيره، يهل علينا كده بخيره. والله بيهل علينا كده بخيره. مساء الفل، مساء الياسمين، مساء الحلويات والشربطات على احلى اخوات في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد، وهنعمل النهارده كنافه بطريقه جديده وبطريقه حلوه قوي. انتوا عارفين عني دايما ان انا بحب ابتكر في الكنافه او في الحلويات عامه. بنشوف الفكره بنطبقها، بس بنحط تريكاتنا وحركاتنا ولمستنا، يعني بنحط اللمسه بتاعتنا. المهم بقى ايه، تعالوا هنشوف هنعمل ايه النهارده. عندي هنا مج ونص مليان من الفول السوداني، فرمته نص فرمة كده في الكبة زي ما شفتوا كده في أول الفيديو، وحطيت عليهم حوالي 4 معالق كبار من السيرب التقيل، يعني عشان الحشوة بتاعتنا تبقى متماسكة كده في قلب الكنافة وما تبقاش مفرفطة كده اما نيجي نقطم كده منها. خلاص تمام. احنا عايزين الكنافة بتاعتنا تبقى الكنافة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، جاية من عند الكنفاني كده خيوط متماسكة في بعضها مش مقطعة. عايزينها زي ما هي كده، يعني بحالها كده سليمة، مش عايزينها متقطعة او متفرفتة. المهم يا ستي، نجيب بقى كده الكنافة، نحاول ان احنا نفككها كده، عشان هي طبعا بتبقى ايه، لو سبتيها هتبقى ناشفة معاكي وهتبقى عاملة زي العجين. فانت حاولي ان انت تفككيها بالراحة كده عشان ما تتفككش وتتفرفت من بعضها. احنا عايزينها سليمة زي ما انت شايفاها كده. وبعدين هنعمل زي علامة الزائد كده، وبعدين هناخد من ناحيتي نطبق من هنا ونطبق من هنا، وبرضو نطبق الناحيتين التانيين قصاد بعض ونحطهم كده زي ما انتم شايفين. وبعدين انا بحط خلف خلاف عشان تطلع كده كارو، زي ما بيقولوا كده الكنافة الكارو. المهم إيه خلف خلاف ازاي؟ يعني بصي، التقليمة بتاعة الكنافة مرة بالطول ومرة بالعرض، بيبقى شكلها تحفة قوي، وبيبقى شكلها شيك كمان. المهم بقى ايه، شوفي يعني انا بفككها ازاي من بعضها. بحاول ان انا افككها بالراحة كده، وباخد على قد حتة الكنافة، بحيث ان انا لما اقطعها كده واقسمها كده، يعني لما اقسمها كده حتت، يبقى كلهم سمك واحد، ما تبقاش مثلا حتة كنافة تخينة وحتة كنافة رقيقة. فاحنا نحاول ان احنا ايه، نظبط ايدينا كده، واحنا ايدينا ميزان ما شاء الله علينا، ستات بيوت شطار من الاخر يعني. المهم يا ستي ايه، نحاول ان احنا نظبط كده الدنيا كده، ونظبط المقاسات كأننا بصوا بنفصل وبنهندس كمان، احنا ما فيش زينا والله العظيم. المهم يا ستي بصي، زي ما انت شايفه كده، شوفي بظبط المقاسات ازاي، واي كنافه كمان متفرفطه حواليها كده، او يعني بشيلها عشان بحيث ان هي ايه، ما تعمليش كده نحكشه كده. ولو حسيتي ان حته الكنافه بتاعتك يعني الكنافه فيها كنافه طالعه متنحكشه، هاتي كوبايه ميه جنبك وبلي ايديكي ميه ومشي عليها كده، يعني ايديكي كده بالميه كانك ايه بتنسميها، يعني نسميها بالميه، يعني ما تخليهاش متنحكشه، تنيميها يعني. وفي نفس الوقت ما تكونش ميه كتير علشان ما تعجنش معاكي. تمام يا حلوين؟ تمام. المهم اي بقى كنافه زي ما انتوا شايفين كده بتتفرفت مني، بشيلها كده زي ما انتوا شايفين، وبحطها في الكيس على فكره عشان ما تنشفش. طبعا انا مش هرميها، لا انا هستعملها بس في وصفه تانية اكيد طبعا. كنافة غالية وكل حاجة غالية، والدنيا راحت نار ونار نار. فحاولوا ان انتوا بقى ايه، تلموا ايديكوا كده وتظبطوا نفسكم، وتوفروا وتدبروا. خليكي ست بيت شاطرة وقروبة كده، زي ما قلتلك. وبعدين انا باخد حتة حتة من الكيسة، وبعدين اقفل الكيس علشان الكنافة بتاعتي تبقى سهل كده في التاني والفرد زي ما انتوا شايفين كده، وما تفرفتش مني. اهم حاجة لازم تغطيها بالكيسة، وما تسيبهاش مكشوفة عشان ما تتفرفتش منك. تمام كده. الم بقى الكنافة بتاعتي كده، وانضف رخامتي اول باول كده، واحطها في الكيسة زي ما قلتلك. وبعدين كده بحاول ان انا ايه، افككها برضو من بعضها زي ما قلتلك، برضو نفككها، اهم حاجة تفككيها. ليه بقى تفككيها؟ عشان تبقى هشة كده، وانت بتقطمي حتة الكنافة ما تبقاش متماسكة كده في بعضها كده، وتبقى عاملة زي الحجر كده، لا تبقى هشة كده وكريسبي كده وحلوة. تمام كده يا امارات يا حلوات. انتوا حطيتوا اللايك ولا لسه؟ اللي ما حطش اللايك يلا يحط اللايك، عشان بزعل قوي لما ما بتحطوش اللايك. واللي بيشوفنا اول مره بقى يا ريت بقى يتكرم كده وينضم للقناه بتاعتنا، ويعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد من القناه. المهم بقى هنفضل بقى نعمل كده. على فكره هي خدت مني وقت برضو، يعني ما ننكرش ان هي هتاخد وقت في التحضير بتاعها.
بس النتيجة بتاعتها حلوة قوي، والنتيجة بتاعتها بصراحة هايلة جدا. عجبتني بصراحة، وشكلها شيك جدا. لو عندك ضيوف ممكن تقدميها لهم، او ممكن لو انت رايحة تزوري حد برضو وحطيتيها كده في طبق حلو كده وغلفتيه ووديتها لهم، برضو هتبقى شكلها حلو جميلة والله العظيم. والنتيجة بتاعتها هايلة وعلى ضمانتي، وجربوها. بس اعملوها من قبلها. أول حاجة تبتدوا بيها هي الكنافة. حتى يعني لما نيجي كده بعد الفطار كده ونفطر بقى ونقوم بقى كده نصلي التراويح ونخلص اللي ورانا، نجيب طبق الكنافة. يكون بقى طبق الكنافة كده هادي بقى وبقى حلو كده. الكنافة طبعا أي حلويات تحب إن هي تبرد كده وتهدى كده قبل ما ناكلها. المهم بقى، شوف انا ماشيه يعني ماشيه معاكم خطوه بخطوه ازاي. شوف انا بفككها من بعضها ازاي، كانك بتدعكي كده حاجه على ايديكي بتغسليها، بس بالراحه كده، بالراحه، ما تفركوهاش كده تفرفتيها بقى. شوفوا، بلم بقى اللي اتفرفت مني واحطه في الكيسه، واخد بقى على قد ايه السمك اللي انا عاوزاه، او اللي شوفوا اهو اللي فاضل اللي بيتفضل مني بحطه في الكيسه على طول. وبعدين اقصقصه كده واظبط كده المقاس كله زي بعضه كده، وابتدي اشتغل. ممكن انت تعمليها كده وتحطي في الكيسة، او تغطي بقماشة تعمليها كده كلها، وبعدين تغطيها بقماشة او بكيسة، بحيث ان هي ما تنشفش منك، وفي نفس الوقت بتسهلي على نفسك بقى ايه بقية الخطوات. تاخدي كده وتحشي وتطبقي وتحطي في الصينية على طول. ويا سلام لو حد قاعد معاكي بقى، يعني مثلا لو مثلا سلفتك او حماتك او اختك او مامتك، تقعدوا كده واحدة بقى تقطع والتانية بقى تطبق كده، بتبقى حلوة اوي والله اللمة دي، وبتبقى لها ذكريات جميلة ما بتتنسيش والله العظيم. وكلنا بقى عايشين على الذكريات. يلا الحمد لله. شوفوا بقى شكلها حلو ازاي، شوفوا شكلها كروه تحفة ازاي. ندخلها الفرن طبعا على فرن سخن، ما ندخلهاش فرن بارد عشان ما تتسمرش كده وتبقى ناشفة معانا. شوفوا شكلها جميل ازاي، كروه خلف خلاف زي ما انتوا شايفين كده، واحدة بالطول وواحدة بالعرض. عندي الفرن بتاعي بقى مسخناه، وقبل ما ادخلها الفرن هجيب مجين من السمنه، طبعا سمنه مذابه مسيحاها طبعا، واسقسق بقى كده ايه اشربها بالسمنه زي ما انتوا شايفين كده. امسك واحده واحده كده او قطعه كده كده اشربها بالسمنه زي ما انتوا شايفين. تشربها بقى بالسمنه كده كلها، وبعدين ادخلها بقى الفرن. طبعا السمنه ما كانتش كفت، فحطيت كمان شويه، لان كنت حاطه اقل من مجين، بس مجين من السمنه 100. المج اللي هو مج الشاي العادي مش الكبير قوي ده. تمام يا حلوين، تمام كده. ندخلها بقى الفرن. شوفوا بقى طلعت من الفرن شكلها حلو ازاي، تحفه. والصوابع اللي هي في الجنب دي بصراحه ما كانتش خدت مني كمان واحده، فعملتها كده بالموس كده، بس كان طعمها حلو قوي قوي، كان طعمها جميل بصراحة. على فكرة ممكن تستبدلي برضو الحشوة، بدل السوداني بندق أو لوز، أو ممكن تحطي برضو موز، أي حاجة موجودة عندك. وبكده بقى أكون خلصت بقى الفيديو بتاعي النهاردة. شوفوا حلاوة الكنافة وجمالها، مفيش لا أحلى ولا أجمل من كده. وطبعا السيرب احنا عاملينه مع بعض قبل كده. يا سيدي يا سيدي، يلا بقى ما تنسوش بقى تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. شوفوا بقى الجمال والحلاوة. يا سيدي يلا سلام، انتظروني بقى في فيديو جديد.